جبت شوية عنب احمر والاولاد مرضوش ياكلوهم، ارميهم؟ لا طبعا. تعالوا نشوف هنعمل فيهم ايه. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا جبت بقى العنب كده كيلو عنب ومحدش رضى ياكله. قلت لا مش هرميه. قمت جايبه كده شويه ميه وحطيتهم على البوتاجاز يسخنوا كده اهو. لما يسخنوا كويس مرضيش ارميهم. هرميه ازاي يعني؟ حرام. قمت حاطه في الميه دي كده معلقتين خل كبار، وسبت الميه تسخن كويس معايا. بعد ما غسلت العنب وحطيته في مصفى كويسه كده تستحمل النار، من مصفى ألمنيوم اهو. قمت نازله بقى في العنب بالعنب في الميه السخنه اهو. حطيتها كده لمده 20 ثانيه بس، ما تكملش نص دقيقه اهو. حطيت العنب في الميه السخنه والخل، وهنشوف هنعمل بيه ايه. يا دوبك كده 20 ثانيه اهو. قمت مطلعاه ومصفياه من الميه خالص، وسبته في المصفى يصفى شويه. وخدته بقى ورحت فين، حطيته على صينيه في الشمس. ادي صينيه ناشفه اهي معلهاش حاجه. ونزلت بالعنب اللي احنا حطيناه في الميه السخنه والخل اهو، وفردته كده بالشكل ده وسبته في الشمس. وغطيته بقى بشاشه كده زي ما انت شايفه اهو بالشكل ده. وهسيبه بقى كده في الشمس لمدة يومين او 3 حسب الشمس اللي عندك. وعملنا بيه ايه؟ زبيب. اجمل واطعم شوية زبيب ممكن تاكليهم في حياتك. زبيب ده ولا مش زبيب؟ ما شاء الله طالع جميل جدا، وطعمه حلو قوي قوي، وتشتري من بره بسعر عالي جدا الزبيب ده. يا رب الوصفة تكون عجبتك وتجربيها وتكون خفيفة كده عليك يا رب. اهو شايف الزبيب بتاعنا جميل جدا ما شاء الله، طالع حلو جدا. ممكن تعملي برضو بالعنب الاصفر البناتي، بيبقى حلو قوي برضو. بحبكم في الله، مع السلامة.